بنتي مقتنعة إن هي السنة الجاية هتاخد الساينس بالياباني مش بالإنجليزي، بس منهج الياباني لأ، هو جاي معاه إن هو ياباني. حاولت أعمل لها فيديو أقنعها إن هو فعلا هيبقى بالياباني وجرتني معاها. حتى بصوا، طفلة بريئة، بصوا لسه بتاكل مستيكة، بريئة زي دي تاخد منهج الساينس بالياباني؟ دي احنا قادرين على الانجليش لما ناخد ياباني؟ والله حرام. ولا بقى المراحل الكبيره، يعني انا مثلا بتقولي انا اعرف ياباني طبعا انا بقى اهو هختبرها. يعني ايه مستر مثلا؟ ماسو ده ماس كهربائي ده ولا ايه؟ طب يعني ايه ميس؟ مسيز. ده بعد ما تتكهرب يعني هتمسك مسيز. أسئلة صعبة. اسئله صعبه. طب تفتكروا اسئله صعبه ايه تاني اذا كان انا اصلا مش عارفه ياباني؟ انا اخري النودلز اللي العيال بتاكلها دي اللي بيقولوا عليها نوتيلا. اسمها ايه؟ نوتيلا ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ما باكلهاش اصلا. اسمها ايه؟ بنتي مقتنعة إن هي السنة الجاية هتاخد الساينس بالياباني مش بالإنجليزي، بس منهج الياباني لأ، هو جاي معاه إن هو ياباني. حاولت أعمل لها فيديو أقنعها إن هو فعلا هيبقى بالياباني وجرتني معاها. حتى بصوا، طفله بريئه، بصوا لسه بتاكل مستيكة، بريئه زي دي تاخد منهج الساينس بالياباني؟ دي احنا قادرين على الانجليش لما ناخد ياباني؟ والله حرام. ولا بقى المراحل الكبيره، يعني انا مثلا بتقولي انا اعرف ياباني طبعا انا بقى اهو هختبرها. يعني ايه مستر مثلا؟ ماسو ده ماس كهربائي ده ولا ايه؟ طب يعني ايه ميس؟ مسيز. ده بعد ما تتكهرب يعني هتمسك مسيز. أسئلة صعبة. اسئله صعبه. طب تفتكروا اسئله صعبه ايه تاني اذا كان انا اصلا مش عارفه ياباني؟ انا اخري النودلز اللي العيال بتاكلها دي اللي بيقولوا عليها نوتيلا. اسمها ايه؟ نوتيلا ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ما باكلهاش اصلا. اسمها ايه؟